هل خطر في بالك يوماً أن تأتي لحظة في حياتك مهما بكيت فيها ومهما ندمت ومهما توسلت إلى الله لا تقبل توبتك؟ نعم، توجد لحظة كهذه، لحظة مرعبة، صادمة، فاصلة، لحظة يغلق فيها باب التوبة إلى الأبد، ليس بسبب قسوة الله، بل لأنك وصلت لمرحلة لم يعد ينفع معها الندم. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية دي بتتكلم عن إيه؟ عن علامة عظيمة من علامات الساعة، علامة أول ما تظهر ينتهي وقت الرجوع ويبدأ وقت الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما الشمس تطلع من المغرب الناس كلها هتصدق، كل اللي كان بيكذب واللي كان بيأجل واللي كان غافل كلهم هيصرخوا آمنا بالله. لكن للأسف الإيمان ساعتها مش هينفع. تخيل إنك عشت سنين طويلة بعيد عن ربك، كل مرة تسمع فيها موعظة تقول لما أكبر هبقى كويس، كل مرة قلبك يتوجع من ذنب تقول هتوب قريب، لكن فجأة يجي اليوم اللي مش هتلاقي فيه قريب ده. هي دي اللحظة اللي تغلق فيها أبواب السماء، واللي مفيش بعدها توبة ولا رجعة ولا فرصة. المشكلة مش بس إن التوبة مش هتقبل، المشكلة إن الندم هياكل قلبك، إنك هتبكي بكاء ما بكيته في عمرك، إنك هتحس إنك ضيعت كل حاجة وإنك كنت قريب لكن تجاهلت. مشهد مرعب لكنه حقيقي، وإحنا النهاردة في اللحظة دي، في النعمة دي، لسه باب التوبة مفتوح. ربك بيناديك مهما عملت، بيقولك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فما تنتظرش إن الشمس تطلع من المغرب، ما تستناش اللحظة اللي ما فيهاش رجوع. تب الآن قبل أن يغلق الباب إلى الأبد. بعد ما عرفنا إن في لحظة لا تقبل فيها التوبة، الناس كلها هتسأل: طيب إمتى هتحصل اللحظة دي؟ وهل فعلا قربنا منها؟ السؤال ده مش جديد، الناس من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيسألوا متى الساعة، لكن ربنا ما قالش الساعة يوم كذا، إنما قال: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يعني مفيش حد في الدنيا، لا نبي ولا ملك، يعرف اليوم ولا الساعة، لكن في علامات واضحة لما تبدأ تظهر نعرف إن النهاية اقتربت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها، يعني علامة طلوع الشمس من المغرب هي من أول علامات الساعة الكبرى، وأول ما تظهر يغلق باب التوبة ويتغير كل شيء. طيب، هل إحنا قربنا منها؟ العلامات الصغرى تقريباً كلها حصلت أو على وشك: كثرة الفتن، تفشي الربا، شيوع الكذب، انقلاب الموازين، كثرة القتل، ضياع الأمانة، أن يوسد الأمر لغير أهله، وانتشار المعازف والتبرج والفواحش. بل حتى في أحاديث بتقول إن من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وده حاصل أمام أعيننا في كل مكان. يعني إحنا مش في بداية الطريق، إحنا في المرحلة اللي قبل الأخيرة. وفي لحظة من غير مقدمات هتطلع الشمس، بس مش من مكانها المعتاد، هتطلع من الغرب، والناس كلها هتقف مذهولة، هيحصل ارتباك، خوف، بكاء، صراخ، لكن مفيش توبة، لأن اللحظة دي مش لحظة وعي، دي لحظة كشف. ساعتها الحقائق كلها هتبان،
والإيمان مش هيبقى عن اقتناع لكن عن خوف بعد فوات الأوان. فهل إحنا قريبين؟ محدش يقدر يحدد الوقت، لكن كل اللي حوالينا بيقول اقتربت النهاية، واقترب اليوم اللي ما فيهوش رجوع. فلو لسه القلب حي ولسه النفس طايلة ولسه الشمس بتطلع من المشرق، فده وقتك وده فرصتك وده يومك. تخيل المشهد، يبدأ اليوم وكأنه يوم عادي، الناس تستيقظ، تذهب لأعمالها، تمارس حياتها، والكل في غفلة. وفجأة تشرق الشمس من جهة الغرب لا من المشرق كما اعتدنا. ضوء غريب، منظر صادم، الأرض كلها في ذهول. الناس تخرج من بيوتها، تحدق في السماء. الكل يعلم أن هذا ليس يوما عاديا، هذا هو اليوم الذي طال انتظاره، اليوم الذي حذر منه الأنبياء وذكر في الكتب وتناقلته الأجيال. الشمس تطلع من مغربها فتغلق أبواب التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يعني كل من لم يكن مؤمنا قبل هذه اللحظة سيؤمن، سيبكي، سيندم، سيركع، لكن للأسف الإيمان لم يعد يقبل. في اللحظة دي يحصل شيء رهيب، الناس تهرع إلى المساجد، الملاهي تغلق، المعاصي تتوقف، الكل يصرخ: ربنا اغفر لنا، تبنا إليك. لكن السماء لا تفتح بالدعاء، والأرض لا تقبل سجودهم، لأن الإيمان صار إيمان اضطرار لا إيمان اختيار. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد فسر كثير من العلماء أن بعض آيات ربك هنا تشمل طلوع الشمس من مغربها. في اللحظة دي تطوى صفحة التوبة وتغلق أبواب الرحمة، ويبدأ الانتقال إلى زمن الحساب. كل إنسان هيبدأ يراجع نفسه. اللي كان يقول هتوب بكرة هيكتشف إن البكرة ده مش هيجي أبدا. اللي كان يغفل هيصحى لكن متأخر. اللي كان يضحك على نفسه مش هيضحك على ربنا. واللي كان بيأجل هيصرخ، لكن الندم ما بينفعش بعد فوات الأوان. والأخطر من كده إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعد العلامة دي تبدأ بقية علامات الساعة الكبرى تتابع بسرعة، زي الخرز في السلك لما يتقطع يقعوا ورا بعض. خروج الدجال، نزول عيسى، يأجوج ومأجوج، الدخان والخسوفات. يعني الوقت بعد كده قليل جدا، وكل حاجة بتجري جري رهيب نحو النهاية. فاللي بيسأل يعني لما الشمس تطلع من المغرب هيحصل إيه؟ الإجابة هي هتبدأ أخطر مرحلة في تاريخ البشرية، مرحلة اللا عودة، مرحلة الحساب، مرحلة النهاية. طيب أنا دلوقتي عايش ولسه الشمس ما طلعتش من المغرب، يعني لسه التوبة مقبولة ولسه قلبي بيدق ولسه في نفس. هستنى ليه؟ السؤال ده هو أخطر سؤال ممكن تسأله لنفسك دلوقتي، مش لأن الجواب صعب، بل لأن كل لحظة تأخير ممكن تكون هي اللحظة اللي ما بعدهاش رجوع. طالما الشمس ما زالت تشرق من المشرق، فباب التوبة مفتوح والرحمة بتنزل، والله بيناديك كل يوم وكل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني ربنا سبحانه كل يوم وكل لحظة فاتح لك باب الرحمة، مش مستني منك الكمال ولا الطاعة المطلقة، هو بس مستني خطوة واحدة منك ترجع فيها ليه، وهو هيرحب بيك. تخيل إن في واحد بيغلط سنين، ومع ذلك أول ما يقول يا رب تبت إليك، ربنا يمسح له كل الماضي ويمحي الذنوب كأنها ما كانت.
قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن السؤال المؤلم هو: ليه نأجل وليه نستنى؟ ليه نستنى لحظة تطلع فيها الشمس من مغربها ونقول يا ريتني كنت من التايبين؟ ليه نرهن توبتنا بلحظة قد لا ندركها؟ وليه نفضل نغرق في الذنوب لحد ما يغلق الباب؟ عارف إمتى لازم تتوب؟ لما تحس إنك مش ضامن الدقيقة الجاية، لما تبص حواليك وتشوف الموت بيخطف الصغار قبل الكبار، لما تفتكر إن أقرب طريق للآخرة مش علامات الساعة بل سكتة قلب، حادث، مرض مفاجئ، أو حتى نومة ما تصحاش منها. فلو لسه قلبك بيتحرك ولسه ضميرك صاحي ولسه فيك إحساس، دي اللحظة الصح، دي الفرصة الذهبية. فلا تقل سأتوب غدا، بل قل الآن أعود إلى ربي، قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وقبل أن تغلق الأبواب، وقبل أن تختم الصحف وترفع الأعمال ويقال لك فات الأوان. الآن أنت ما زلت حياً، وما زالت الشمس تشرق من المشرق، وما زال باب التوبة مفتوحاً، وربك الكريم يناديك كل ليلة كل لحظة، ينتظرك، لا ليعذبك بل ليرحمك، لا ليحاسبك الآن بل ليطهرك بالتوبة. فلا تغرنك الدنيا، ولا تخدعك المعاصي، ولا تؤجلك العودة، فإنك لا تدري هل ستعيش لتراها تطلع من مغربها، أم أن ليلتك هذه هي ليلتك الأخيرة. ارجع إلى الله الآن، وابكي على ذنبك، واسجد سجدة صادقة، وافتح صفحة جديدة قبل أن يقال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ربك كريم لكنه عادل، رحيم لكن إذا جاء الأجل لا يؤخر. فتب الآن قبل أن يغلق الباب ويطوى الكتاب ويندم من لا ينفعه الندم.